اليوم راح نحكي قصة بنات انخطفن من جماعة بلا شرف، وغصبا عليهن جبروهن ينامن ويا الزباين حتى يطلعن فلوس. بس اكو بنت كورية ذكية كلش، اي كيو مالتها عالي، تبدي تدمرهم واحد واحد، ما راح تتوقعون شنو تسوي بيهم، تقلب دنياهم فوق حدر. خلكم ويانا للنهاية. وياكم اخوكم علي، واهلا بكم بقناة سالفة فيلم. اليوم راح نحكي عن قصة فيلم ايدن. بداية القصة نشوف هذا الرجل واحد من الاراذل رابط بنت وحاشرها بصندوق ورا السيارة. يمكن تتساءلون شلون هاي البنية طاحت بيده. حتى نجاوب على هالسؤال نرجع يوم ورا. نشوف البنية المسكينة اسمها يون، عايشة ويا ابوها وامها وتشتغل بمحلهم. بهاليوم ابوها يهديها خاتم، وبعدها تطلب من امها الاذن تطلع بالليل ويا اعز صديقاتها. بعدها يون وصديقتها يدخلن الحفلة، وهناك تنجذب يون لشاب اطفائي كان قاعد يمها. نشوف يقترح لها يطلعون يتمشون سوا. قبل لا يطلعون الولد يروح يدق تليفون. يطلعون بالليل وبنص السهرة بحجة يدق تليفون يوقف السيارة على جانب. بعد ما يبوس يون ينزل من السيارة ويتركها. بس يون تنتبه اكو سيارة وراهم واقفة، والولد النصاب بدا يحكي وياهم. بهاللحظة تكتشف يون ان بدلة الاطفاء مالته مزيفة، وتقرر تشرد من المكان بس ما تنجح. باليوم الثاني نلتقي برجل اسمه بوب، ضابط شرطة كبير. نشوفه يتابع اشارة GPS، ولما يوصل للنقطة المطلوبة يلقى اثنين من رجال الشرطة واقفين يم بنت لابسة جهاز تعقب بالرجل. يسألهم إذا بلغوا أي أحد ثاني، يردون لا، وباب يقولهم تمام. يمشي باتجاه سيارته وياخذ مسدس من سيارته ويصير مثل ابن عزرائيل. من الجهة الثانية نشوف يون مع بنتين ثانيات منحشرين بصندوق خلفي للسيارة، ونشوف الخوف بكل معنى الكلمة مسيطر على خلفياتهن. كم ساعة بعد يون تصحى داخل غرفة وتكتشف ايدها مقيدة بالسرير. بعدها تشوف رجل نص اصلع قاعد يغفي. بنفس اللحظة تدخل مرة حمراء البشرة لابسة ملابس ممرضة وتعطي يون حقنة. نشوف بعد ما تغيب عن الوعي المرة تشيل تقويم اسنان يون واحد واحد، وبعدها تحممها. نكتشف انهم ركبوا لرجلها جهاز تتبع وحاطينها بغرفة ويا بنت ثانية اسمها بريسيلا. بعدها نشوف عدة بنات ثانيات موجودات هناك، وباب ويا ولد اسمه واني يجيبون صندوق مليان قطط. باب يقول للبنت الكبيرة بالمكان سورنا، وبقية البنات لازم كل وحدة تاخذ غط. بعدها يقول لهن حدود 50 مايل حول هذا المكان بس صحراء، ويوريهن جهاز تعاقب البنت الميتة، ويقول لهن هذا مصير اي وحدة تحاول تهرب من هنا. ويذكرهن هنا كل مرة تقولن احنا نقدر لازم تقولن احنا ما نقدر نزرب اي زربة. بعدها باب ويا ملف يروح عند يون، وبعد ما يختار لها اسم ايدن يقول لها اذا تسوين خطأ احنا عندنا عنوان عائلتك، فاحترمي قوانيننا، يوميا تسبحين مرتين وتعطين زبايننا تجربة قوية وفريدة من نوعها. بنفس الوقت يون اللي من هاللحظة نسميها ايدن تشوف الخاتم اللي ابوها هداها اياه. اليوم الثاني كل البنات ياخذن فحص حمل حتى يعرفون ياهي منهن صارت حامل. بعدين وان يعطي ايدن وبرسيلا طلغم ملابس وياخذهن لبيته، ونكتشف هناك انه في الحقيقة استوديو تصوير ويمكن يستخدمون افلامهن وينزلونهن على الدارك ويب. بس لحظة لا تنسى اشترك بالقناة وخلي لايك علشان يوصل كل شي جديد. يربطون ايدن وبرسيلا بالاصفاد، وامرأة قدام الكاميرا تبدي تضربهم بالصوت. بهالليلة ايدن تبدي تبكي وبرسيلا تواسيها. بعد فترة وان ياخذ ايدن لبيت حتى تخدم واحد من زباينهم، بس ايدن تعض على صوت الشخص وتهرب من المكان. بهالليلة يحطون ايدن داخل بانيو ويصبون ثلج عليها حتى ما تعيد الغلط مرة ثانية. بنفس الوقت باب لأنوان ما يقدر يتحكم بإيدن يضربه. بعدها يعطي أوامر يرمون القطط بالنهار. تمر سنة وبرسيلا تحكي لإيدن عن سوتلانا البت الكبيرة هناك، وتقول لها سوتلانا قدرت تكسب ثقة وان، ولهذا سمحوا لها تحتفظ بالقطة لبعد سنة. بعدها تقول أنا 3 سنوات هنا، وأحيانا ياخذونهن لدبي وهناك العرب يجلسون عليهن. بنفس اللحظة شخص يجي وياخذ برسيلا لمكان مجهول. يمر وقت ونشوف إيدن صارت محترفة بالساكشن. يوم من الأيام أثناء العودة تكسر كعب حذائها وتخبيه بموسها حتى تقدر تعدل شغل سوتلانا اللي صارت بمكان برسيلا بالغرفة. وان كان هاديها الخاتم مال إيدن. بنص الليل تهجم عليها بكعب حذائها وتسترجع الخاتم، بس وان يجبرها تبلعه كعقاب. بهالوقت إيدن تبدي تطق حدر سوتلانا وتقول له هاي المحاسبة مالتك قاعدة تبوق وتضحك عليك. تقترح على وان يعطيها مسؤولية الحسابات لأنها من عمر 9 سنين تشتغل بمحل أبوها وأمها وتعرف للشغل زين. باختصار إيدن تصير المحاسبة. يوم من الأيام فالتاجر يأجر بنتين لعدة شباب. بعد ما ياخذ فلوس من حلق صاحب البيت، وان يكتشف ان البنتين شاردات من المكان. يتبعهن عن طريق جهاز التتبع اللي على رجلهن، بس ما يقدر يلقاهن بالضبط وين. فجأة ايدن تشوفهن بالمتجر ويقبضون عليهن. بهالليلة ايدن تروح للحمام وتلاقي خاتمها داخل المنتجات المصدرة. بعدها وان يصير يتعامل ويا ايدن احسن، وبدل ما يأجرها ياخذها لتنظيف بيته. بعدها يطلع سوتلانا من غرفة التليفون، وبعد ما ياخذون قطتها يطلب من ايدن ترد على تليفونات الزباين ويذكرها زبايننا ما يسألون عن السعر، فإذا أحد سأل يعني من طرف الشرطة، واقطع التليفون بسرعة. بعدها وان يعلم ايدن السياقة، ولما تريد تلحسه يعارض وما يقبل ويخاف تعضه.
بعدها نشوف زبون يتصل ويأجر من إيدن بنتين، وآخر كلامه يسأل عن السعر، ونشوف إيدن تتردد شوية وتعطيه السعر لأنها تشك إن المكالمة ممكن تكون من طرف الشرطة. اليوم الثاني نشوف باب يم نهر، إيدن وواني يروحون هناك، واني ينزل جثتين من السيارة حتى يدفنهن، ونكتشف إن واحدة من عندهن هي البنت الروسية سوتلانا. بعدها يكون غارب حتى يصيد باب سمك، وبنفس الوقت يبدأ يسخر ويهين وان من وراه يضربه ويهدم راسه، وهذا يسبب موته. يمر وقت وان ياخذ إيدن وبنت ثانية لبيت واحد من أصحابه، وهناك إيدن تكتشف إن الشخص هو نفس اللي شفناه بداية الفيلم واللي حطه بصندوق سيارة. داخل البيت تشوف غرفة مليانة أسرة خاصة بالرضا، وبالغرفة اللي جنبها تشوف بريسيلا حامل، ولحتى ما يشكون بيها تخرج بسرعة من الغرفة. بعدها بالمسير تسأل إيدن عن غرفة الأطفال، ويجاوبها إنهم يبيعون الأطفال اللي ينولدون. بعدها نشوف وان يريد يختبر ولاء إيدن ويطلب منها تقتل البت اللي كانت وياهم، لكن باللحظة الأخيرة لما إيدن تحاول تطلق النار وان يمنعها، ويدرك إن إيدن فعلا شخص يمكن الوثوق به. بنفس الليلة بالطريق يوصل خبر لوان إن مخبأهم انكشف، والسبب المكالمة اللي إيدن ردت عليها، بس يشكون بالرجل النص أصلع ويضربونه ببوط على راسه لحد ما يموت. ينقلون البنات بالشاحنة لمكان ثاني، ووان ياخذ إيدن لبيته للتحضير للهروب إلى دبي بالطائرة. بعد شوي إيدن بشكل سري ترش مادة كيميائية منظفة على الوسيلة اللي وان يستخدمها لتدخين المواد، وهذا يؤدي لموت وان. بعد ما تقص جهاز التتبع بالأصفاد تاخذ فلوس وعدة حقن وتروح برا، تروح لمكان اللي حاجزين بيه صديقتها بريسيلا، وتعطي الشخص فلوس حتى يحررها، بس هو يقول اخذ الفلوس منك بس راح اسمح لك تشوفينها وتحكين وياها 5 دقائق بس. بعد شوية إيدن تطق الشخص بالحقنة وبرقبته، وبعد ما تقتله تحرر بريسيلا من هناك. واخر الفيلم نشوف إيدن تتصل بامها، ولما تسمع صوت بنتها تفرح وتتونس كلش. وخلص وصلنا وياكم نهاية الفيديو، كان وياكم اخوكم علي من قناة سالفة فيلم. لا تنسى تشترك بالقناة علشان يوصلك كل شي جديد.